النهاردة يوم مش عادي. النهاردة عيد ميلاد جوزي، حبيت ان انا اعمل له حاجة جديدة ومختلفة. فكرت مع نفسي قلت هو لازم التورتة تكون مسكرة، مينفعش يعني نعمل تورتة حادقة. لقيت في التلاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة، قلت انا هعمل بيه حاجة جديدة النهاردة. يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. مش هنحتاج اكتر من نص كيلو من اللحمة المفرومة كيس مكرونة وشوية جبنة موتزاريلا، بس كده. أول حاجة هنعملها إن احنا هنسلق المكرونة. أنا هستخدمها مكرونة بنة. هنزل بكيس المكرونة في مية مغلية وهسيبها تتسلق، وهنروح نشوف باقي المكونات بتاعتها. هجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر. هبدأ إن أنا أدعكها بإيديا كده علشان البهارات كلها تختلط مع اللحمة كويس. بعد كده هنزل عليها برشة من الزيت، وهفضل استمر في عجن اللحمة لحد ما تختلط كويس بالزيت والبهارات اللي احنا حاطينها. استخدمت بقى صينية التشيز كيك. انا هنا مستخدمة الصينية اللي على شكل قلب. طبعا تقدري تستخدمي اي صينية متوفرة عندك، مدورة مربعة ايا كان، المهم تكون بتتفتح بالشكل ده كده. نزلت باللحمة في الصينية، وهبدأ ان انا افردها بايديا كده علشان اسويها واخليها متساوية، وبعد كده اضغط عليها بايديا كده في جوانب الصينية. طبعا انتي ممكن كمان تحطي في ارضية الصينية لحمة لو انتي حابة، لكن طبعا هتزودي عن نص كيلو، هتخليه كيلو من اللحمة المفرومة، ولكن انا استكفيت بنص كيلو كفاية قوي على الوصفة بتاعتي. بعد ما ضغطت اللحمة في جوانب الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه، هسيب الصينية على جنب وهنرجع بقى للمكرونة. نزلت بشوية زيت وعليها كوبايتين من عصير الطماطم، وعليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم. هنزل بمعلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة، وعليها معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهقلب كويس مع عصير الطماطم، وهسيب الصوص بتاعي لحد ما يتسبك ويوصل للشكل ده. هنزل عليه بالمكرونة اللي انا سلقتها، وابدا ان انا اقلبهم عشان المكرونة تمتزج في صوص الطماطم اللي احنا عاملينه. طبعا انا اديتها شطفة كده بعد ما غسلتها تحت الحنفية علشان بس اشيل النشا من عليها، وسبتها لحد ما تصفي المية، وبعد كده نزلت بيها في صوص الطماطم زي ما انتوا شايفين. هنرجع بقى للصينية بتاعتنا اللي احنا كنا سايبينها، ونبدأ ننزل بالمكرونة ونغطي كده في الفراغات بتاعة الصينية زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بشوية كده من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده هنزل بطبقة تانية من المكرونة، وبعد كده اغطي وش الصينية بتاعتي كلها بالجبنة الموتزاريلا. هدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. هلاقي الوش بتاعها احمر من فوق واللحمة كمان استوت. لو حسيتي ان اللحمة استوت ولسه الوش او الموتزاريلا ما احمرتش بالدرجة اللي انت شايفاها دي، ممكن تشغلي عليها الشواية. بس كده، وصفة في منتهى السهولة وكمان شكلها في منتهى الجمال. طلعت الصينية وبدأت ان انا اسلك كده الاطراف بالسكينة علشان لما افتح الصينية تطلع معايا بسهولة. وانتي بتطلعيها خدي بالك لان هي هتبقى سخنة جدا، فلو لقيتي مثلا حتة ما اتسلكتش معاكي ولا حاجة بالسكينة وطلعيها. بس كده التورته بقت جاهزه معايا، شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو قوي. هبدا بقى ان انا اقطعها واوريكم شكلها من جوه. لو انت عايزاها تطلع كده سليمه والحته سليمه وانت بتقطعيها، استني عليها تبرد شويه، يعني 10 دقايق كده، وابداي قطعيها. بدات بقى ان انا اقطعها بالشكل ده عشان تشوفوا شكلها من جوه. شكلها حلو قوي، والموتزاريلا بتشد معاكي من جوه، وحاجه الصراحه تفتح النفس. وبس التورته بتاعتنا النهارده سهله قوي، وكمان شكلها حلو، وهتشرفك كمان لو انتي جايلك ضيوف. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.